انا من الصباح ما دخلتش الطواليط اصحابي الان من الصباح. أزمة المياه التي تعيشها البلاد في الآونة الأخيرة فرض على الجزائريين البحث عن بديل يقضي به حاجاته اليومية، فكان الحل في شراء خزان للمياه. فكم تكلفة اقتناء خزان متوسط الحجم مع باقي مستلزماته؟ عمرو من هنا السقايه من هنا طلع عمرو، واللي ما عندوش مسكين يجلس ما يشرب ولا يموت ولا يدير اللي بغى. 3 كيلومتر ديال الطريق اللي تيجي بنادم من هنا باش يشرب، وهذا السيد هذا الا ما كانش عنده الماء منين غادي نمشيو نشربوه حنايا؟ فين غادي نمشيو؟ نجلسوا بالعطش؟ قاولنا بالماء، غادي نجيب لكم الماء، غادي ندير لكم، غادي نفعل لكم، وشي حاجه ما هي كاينه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. راح نبارطاجي معكم واحد الفيديو يعني بعد يعني الكثير من الرسائل اللي وصلتني. الوهرنا راهم يعانيوا في انقطاع المياه وازمه الماء، والله الا كارثه تباديله قسما بالله العلي العظيم. قال لك عبد القادر راه بيتربي ترن على هذه تباديله 2025 مازال الوهرنا مازالت الناس تعاني الماء ما كانش، معاناه في المياه، معاناه الناس راهي تعاني في الماء، تعاني تعرف شنو تعاني مع سومبريسور مع بلومبري ومع الاخر تسقام لك هكذاك واحد 3 ونص بين السيترنا وبين السومبريسور واحد 3 ونص، وراك تعرفها جاي العيد ومن هنايا. السيترنا هذه كدير 1600 ومن بعد ولا دوك راه يدير واحد دير 20 هكذاك 22، ومع السوبريسور معاك زي ما عملنا راك عارف 3500 ما بين 30,000 و50,000 دينار جزائري هو متوسط تكاليف شراء خزان ذو سعة 1000 لتر و2000 لتر مع مصاريف تركيبها من قبل الرصاص. تما يقدر كاين المواطن البسيط هذا ينجم كيما نقولوا سيتيرنا تاع 1000 ريتلاد. او ما لقيتش واش نهضر، او ما رانيش لاقي يعني من يقعدوا الناس يبعثوا لك يبعثوا لك في الرسائل ويطلبوا منك تهضر على كارثه كيما هذه. كش ما بقات تجي تفكر يا رب الكريم. ها على 2-3 تاع الصباح الرب الكريم. ها الحامي البارد. ها اجبرك ظل تلعب بالماء، ظل تلعب بالرب، والله ظل تلعب يا رب الكريم، ظل تلعب بالماء، ظل تلعب به دوش مانيش عارف انا ترقد تشرب. والله غير تشرب منه. باش تأمن. الجوع فيها العطش، بطالة والجوع والعطش. اش خرجكم اليوم؟ وخرجنا خويا قتلني العطش وقتلني شريه البيدوزات. كنا نشري بيدو ان شاء الله كاين هذيك الماينده ديال التقاعد، اما اللي ما عندوش الماينده مسكين ما عرف واش كيشري الماء. وراه قهرنا الخنز، غنتسناو تا نهار الخميس عاد يحل لينا الحمام، عاد نمشيو نغسلو، ملي نجو نهار الحد يسدوه علينا، بغوا نصبنو بين هادي ما عندناش الماء، الطواليت يومين وحنايا عاقل نخرخر فيها داكشي. الناس مساكن ولاو يخرجوا العربيات يجيبوا البيدوات ديال الماء ما يشربوا، يمشيو لعين دراق، واللي ما قادش يمشي لعين دراق، واللي ما قادش يمشيو، اللي بغا يجيب يشرب الماء. حنا دابا بغينا على الماء الصالح للشرب، على الماء الشروب. راه خفنا من المرضى عباد الله، راه قالوا لنا هذاك المرض غيمرضنا، ذاك الماء غيمرضنا، راه ولينا مرض. ولادنا راه شادين الشواهد وراه ما خدامينش، راه قاعدين دبلومات ولاو باغيين يحرقوا، تا الحرق ما بقى. الله الزوديا كتدخل 10 متر ويشدوهم في الحرق. الوليدات راه ماتوا ديال الثانيه، شحال واحد مات في الثانيه، عطات 3 مليون ومات. ايوا هاد المدينه الله يجعل البركه. انا بعدا سوف اقول باي لمدينه اسافي. مدينه اسافي من الصباح. مشاهدي قناه الشرق، قناه شفتها في مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشره من مدينه المحمديه، من نواحي المحمديه هنا في ام الرياش. يعني اليوم ما غاديش نتكلموا على موضوع ديال الناس ما عندوش مرافق، الناس ما عندوش بزاف ديال الحوايج. فتخيلوا معايا اننا نهلف ننظموا كاس افريقيا والناس باقي ما عندهمش الماء باش يشربوا. تخيلوا معايا ان الناس ملي كيمشيو للطواليت ما عندهمش الماء باش يتوضاو، ان الناس اللي بغاو يشربوا الماء خاصهم يضربوا على كيلومترات باش يسقيو وكيجيبوه هنايا في برويطات. خويا العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام. اش واقع عليكم اخويا في ولاد مؤمن؟ اخويا مكرفسين من الماء هنايا، اخويا مكرفسين هنا من الماء بزاف اخويا، ما عندنا ما نشربوا ما والو، مكرفسين بزاف اخويا. واخا دابا نتوما اخويا العزيز بغيت نعرف اللي بغيتو غير تجيبوا الماء، واحد بغى يمشي للطواليت ولا بغى مين غادي يجيب هذا الماء؟ مين غيتوضا؟ انا من الصباح ما دخلتش الطواليط اصحابي الان من الصباح. حنا رجاله كاع نخرجوا برا، اما العيالات فين غيمشيو؟ اللي مرا فين غتمشي؟
راجل يدير باني في اي بلاصه، اما مرا فين غتمشي؟ حاولت انا تواصلت مع الناس المسؤولين هذه الجماعه المستمزوا باش يلقاو معاكم شي حل ولا والو. اخويا ما كيديروا معنا والو دوك الناس، ملي كنديروا شي مظاهره ولا شي حاجه كنمشيو كيردعونا في الطريق. عيال كذوب. دابا نسقيك اليوم، غدا نسقيك اليوم، بعدا نسقيك اليوم، رقدونا وخلانا جالسين. ما حنا كي قال هذا، ما حنا من الموت، ما حنا من اللي عايشين. هو باش تنجي حتى لهنا هذه 2 سيمانات ولا 3 من رمضان ما طلقوا لنا الماء حتى البارح. حتى البارح جانا الماء وما جاناش الماء كافي. عمرنا 5 يطرد الماء. لما نطلق 5 عاوتاني، لما نطلق 5 يطرد الماء اللي عمرنا. السفه اللي ضربنا على رجلينا وحنا عطشانين، اقسم لكم بالله فاش شفت الروبيني بحال شفت شي حاجه ما فهمتش، بقيت غير كنشرب. فما بالك اللي ما عندوش الماء في دارو؟ فوالله راه مصيبه. كما قلت راه حنا كنتواجدوا في بن قدوش، راه غاديين مسيره على الاقدام، مسيره العطش، راه غاديين تجاه جماعه ايت حرز الله. فراه ما كاينش السكوت على هذا الموضوع هذا. هاد بخرى وتصوروا حنا جايين دابا في وسط العيالات وتتقول لي ديك السيده واش عرفتي بان راه شي مرات كنجيو كنسقيو من هنا، اغلبيه الوقت كنسقيو من هنا. واش حنا ضربنا دابا شي 3 كيلومتر؟ قالت لي كنجيو نسقيو من هنا، راه ما صدقت، راه تصدمت، راه شي حاجه ما دخلتليش للعقل. وما سمع السيده، يعني سمع كنجيب المتر هذا كان نكرهوهم باش نعمروا الماء من هنا بعدا ونعمروه من هنا. الله يجازيهم بخير هاد الناس. يعني باش تضرب 3 كيلومتر باش تعمر الماء، ترى هذه مصيبه. وفين؟ وفي اقليم الحاجب وعباد الله، الاقليم الغني اللي فيه الثروه المائيه وغني بالعيون، راه شي حاجه ما كتدخلش للدماغ. عباد الله الماء يعني راه واحد الحاجه اللي ما يمكنش الناس يجلسوا بلا بيها.